السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة الأسرة. ازيكم عاملين ايه؟ والنهاردة جايبه لكم خبر هيفرح أصدقائي أصحاب المعاشات، وقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات في شهر ديسمبر. فرحة منتظرة لأصحاب المعاشات في ديسمبر، وصرف زيادة جديدة على المعاش، ومفاجأة في موعد الصرف. وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بصرف زيادة 300 جنيه على المعاش، فمن المقرر أن يصرف كل صاحب معاش والذي يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مستفيد هذه الزيادة كل شهر بانتظام. وعلى هذا الأساس سوف يتم تطبيق هذه الزيادة أيضا على معاشات شهر ديسمبر المقبلة، والمقرر أن يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر المقبل، وهو اليوم الرسمي لصرف المعاشات وفقا لقرار. في مفاجأة أخرى وسارة لا يعلمها البعض، فجر البريد المصري خبر من العيار الثقيل، وذلك عندما أتاح خدمة عظيمة جدا لأصحاب المعاشات، وهي إمكانية صرف معاشات المستحقين قبل الموعد الرسمي. ويستطيع أي صاحب معاش أن يقبض أمواله في أي يوم بالشهر. ويقدم البريد المصري هذه الخدمة بالتعاون مع شركة خزنة، ويشترط للتقديم عليها أن يكون صاحب المعاش لديه حساب توفير في البريد المصري، وأيضا أن تكون جهة البريد هي الجهة التي يصرف منها المعاش، بالإضافة أن يكون الحد الأدنى لمعاشه 2500 جنيه. هي دي كانت أخبارنا، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.